كنتاكي الغلابة أو القرنبيط هنعمله النهاردة بطريقة تحفة جدا جدا. هتبطلي تاكلي كنتاكي أو تاكلي فراخ، ولادك هيعشقوه وهيطلبوه منك على طول. مقرمش لآخر واحدة، طعمه حكاية. بجد لو عملت الطريقة دي هتدمنيها. ومش بس كده، كمان هنعمله أو هنفرزه في الفريزر وهيقعد معاكي لمدة سنة قدام. واستنوا مني كمان فيديو هنعمله بطريقة كمان خرافية، أو شوفوا الفيديوهات الموجودة على القناة. حابة بس أذكركم إن المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصامتة، فحطي لايك واشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني. أنا أميرة، أخصائية تغذية، ويلا بينا على بركة الله نبدأ مع بعض الفيديو. بس في البداية كده اسمعي صوت القرمشة الروعة دي. مش محتاجة بقى كلام بعد كده. يلا بينا بقى نشوف الجمال واللون الروعة اللي الكاميرا ظلماه ده معمول ازاي. يلا بينا. هنبدأ كده على بركة الله. جبت كده القرنبيطة بتاعتي. بصوا بقى القرنبيطة بتاعتي ما شاء الله كانت كبيرة جدا وحلوة جدا وصبحة كده وبيضة كده وشكلها حلو. اعرفها ازاي؟ بصوا القرنبيطة لو مش صبحة هتلاقي لونها كده مصفر، وممكن كمان بقى لو هي داخلة على عفن او بوظان هتلاقيها فيها كده حاجات لونها بني. فلازم نشتري القرنبيطة اللي تكون لونها ابيض كده وزاهي وحلوة. دي هتبقى تحفة تحفة في الأكل وطعمة جدا جدا. بجيبها بقى وببدأ إن أنا أقطع الراس كده وأقطع وردات القرنبيط. القرنبيط سبحان الله عامل زي الوردات، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين عامل ازاي؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، حلو جدا جدا جدا. قطعته بقى كده بالشكل. بقول لكم هنا ان الوردات الصغيره دي انا مش هرميها، لا انا هخللها. عندي بنوتي بتموت في مخلل القرنبيط فانا هخللها لها. فمش هنرمي منها اي حاجه خالص. وكمان القرنبيطه دي هنعمل منها اكلات روعه. اوعي الفيديوهات اللي جايه تفوتك، تحفه تحفه تحفه. واوعي تخرجي من الفيديو قبل ما نكمله، لان الفيديو ده كله كده افتكاسات وفيه تريكات كتير جدا. يعني مش هنعمل فيه بس القرنبيط، شوفيه كده للآخر وهتشوفي هيحصل فيه ايه. خلصت بقى تقطيع القرنبيط وردات زي ما احنا شايفين كده. جبت طبق وانا حاطه هنا ميه بتغلي على النار. حطيت الميه تغلي على النار وهبدا احط فيها التوابل بتاعتي. حطيت كده شويه من الكمون، وهحط كمان شويه من الملح، وهحط كمان كده شويه كده من الكركم. الكركم ده بيديه لون حلو قوي قوي. طب لو انت عندك القرنبيط بتاعك غامق او مصفر كده وانت عايزه تفتحي لونه، ممكن تضيفي له كده 3 معالق كبار من الحليب. بيدّي له كده طعم حلو، وكمان بيفتح اللون وبيخلّي لونه أبيض جدًا، جدًا. ودي ترِكّة مهمة جدًا للناس اللي بتقول إزاي القرنبيط ممكن لونه يكون أبيض أوي كده وزاهي. حطيت بقى التوابل بتاعتي كده. هتلاقوا المية لونها بقى حلو قوي كده، وبدأت على الاصفرار او الاحمرار كده، وهتخلي القرنبيط معاكي لونه حلو قوي قوي. هبدأ بقى بالقرنبيط بتاعي. اهم تركة معانا ان احنا ما نطولش على القرنبيط في المية. يعني كده لمدة بس كده 4 أو 5 دقايق بالكتير جدا. لو صابح زي كده ما تطوليش عليه. هما 3 إلى 4 دقايق كده وهيبقى تمام. لانك لو سبتيه على النار فترة طويلة هتلاقي القرنبيط معاكي كده بقى اتفرشكش من بعضه كده، واتقطع كده، وشكله فقد الشكل بتاعه او الوردات بتاعته الجميلة اللي احنا شايفينها دي. هابدأ كده على بركة الله أطلّع القرنبيط، نسمّي الله كده بسم الله، وهاخرّجه عندي في طبق. دلوقتي طبعًا أنا قرنبيط عندي اللي هاخزّنه هاسيبه في الآخر، فهاحط له كده ربع معلقة من ملح الليمون علشان يعتبر مادة حافظة في المَيّة. يعني نفس المَيّة بس هازوّد فيها ربع معلقة من ملح الليمون. والقرنبيط اللي هاخزّنه مش هاسيبه في المَيّة كتير، لأ، أنا هاسيبه في المَيّة كده حوالي بس دقيقتين أو 3 دقايق بس. يعني هاسيبه مدة أقل من القرنبيط اللي أنا هاعمله معاكم دلوقتي. وهاحط فيه ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وهاشيله من المَيّة السخنة أحطه في مَيّة ساقعة يكون فيها كده قطع من التلج. يعني مَيّة متلجة علشان أعمل له صدمة وأمنع الأكسدة بتاعته ويفضل كأنه طازة أو كأنه فريش. أهو زي ما أنتم شايفين كده.
هابدأ بقى أنزل ببقية القرنبيط بتاعي زي ما أنتم شايفين لمّا هاسلق الكمية كلّها، حتى بقى القرنبيط برضه اللي أنا عايزة أخلّله باحطه كده في المَيّة وباسلقه برضه سلقة خفيفة جدًا لمدة دقيقة. هنا كنت باقول لكم إن أنا شِلت القرنبيط اللي أنا هاعمله أو هاخزّنه عندي وحطيته بمَيّة فيها تلج، يعني ده طبق فيه مَيّة بتلج كده علشان أعمل له صدمة ويحافظ على اللون بتاع القرنبيط وكمان يمنع التسوية بتاعته. وكمان القرنبيط اللي أنا هاشتغل فيه دلوقتي حطيت برضه كده في مَيّة ساقعة برضه علشان أمنع التسوية فما يستويش زيادة ويتقطّع منّي أو يتهري منّي. جِبت بقى معايا هنا كوباية كده من الدقيق، عليها حوالي نُص كوباية أو تِلت كوباية كده من النشا، وأحُط عليها ملح وكمون وشوية من الكزبرة وشوية من الكاري وكمان شوية كده من البهارات اللي إحنا عارفينها دي، ومكعب مرقة دجاج ودي مهمة جدًا، جدًا صدقوني بتنقلها في نقلة تانية، وضِفت كمان كده شوية من الشطة وده لو أنتِ حاباها spicy زي كده ضيفيها بتدّيها طعم حكاية وبتنقلها نقلة تانية. هابدأ بقى أجيب معايا كده مَيّة دافية أو حليب دافي، لو أنتِ عايزة ترفعي القيمة الغذائية هتعجني بحليب، لو أنتِ عايزة تعمليها اقتصادية على قد الإيد وكمان مغذية هتعمليها بمَيّة دافية عادية جدًا مش هتقول لأ وهتكون خرافة، وعلشان كده أنا هاعملها معاكِ بمَيّة لإن أنا عملتها قبل كده بحليب. هاخد بقى نُص كمية الدقيق ده، طبعًا تحبي تزوّدي أنا زوّدته كمان شوية، يعني حطيت حوالي كوباية ونُص من الدقيق على حوالي نُص كوباية من النشا، علشان أنا شِلت كده حوالي تِلت الدقيق بتاعي كده في بولة تانية وهتعرفوا دلوقتي ليه. وجِبت مَيّة معاكِ لإن أنا قبل كده عملته معاكم على القناة هتلاقوه في الفيديوهات، عملته معاكم بالحليب ومقرمش وخطير جدًا، جدًا، بجد اللي هيجرّب طريقتي دي استحالة يجرّب طريقة تانية غير الطريقة اللي أنا هاعملها لكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. جِبت بيضة ونزلت بيها، بُصّوا بيضة واحدة بس، شُفتوا بقى اقتصاد أكتر من كده؟ وجِبت بقى شوية من الشبت وشوية من البقدونس، على فكرة الشبت بيبقى حلو أوي، أوي، أوي فيها، يعني لو عندِك شبت اعملي كده خليط من الخضرة بتاعتِك. هاقلِّب بقى كويس كده، عايزة العجينة بتاعتي ما تبقاش سميكة ولا خفيفة، يعني تبقى زي عجينة الpancake كده زي ما أنتم شايفين كده، لإنها لو كانت سايلة أوي هتنزل من على القرنبيط بتاعي ومش هتمسك على القطعة بتاعتي، فخلّي بالِك من التركة دي. أنا بقى جِبت كده القرنبيط بتاعي وبدأت أنزل بيه كده، أنا جِبت شوكة بس عشان بقى إيه، ما أبهدلش إيديّا كده وأسيب الشوكة دي للخليط بس. وبعد كده هانفّض كده الخليط كويس، بُصّوا الخليط ماسك فيها ما بيتساقطش إزاي، هو ده السُمك المضبوط. هاجيب بقى طبق الدقيق الباقي متبهّر بنفس البهارات، طبعًا إحنا واخدين الدقيق ده للناس اللي مش مركّزة معايا من الخطوة أو الخليط السابق ده. هاحط بقى كده خليط عاملة معلقة كده في الدقيق علشان ما اشيلش من هنا واحط هنا وتتبهدل الدنيا، أيوه ركّزوا معايا وخلّي بالكم من التريكات البسيطة دي، هي تريكات بسيطة بس هتوفّر عليكِ بقى كده عكعكة في المطبخ ولخبطة وبهدلة. بُصّوا بقى بامسكها كده وبانفّضها كويس جدًا، جدًا من الدقيق، طبعًا أنا قُلت لكم إن أنا حطيت baking powder لا أكون نسيت، بُصّوا أنا حاطة على الدقيق ده وعلى الدقيق ده baking powder يا جماعة علشان يخلّيها هشة كده، وكمان أنا حطيت على الدقيق اللي هو من غير أي إضافات أو من غير أي سوايل ده، حطيت عليه كده شوية من البتاع ده اللي اسمه إيه، الفيجيتار وبيخلّيه حلو جدًا، جدًا وكمان أنا حاطة على الخليط توم مهروس، توم مهروس عشان أنا نسيت معلش. خلّصت الكمية كلّها بنفس الشكل، تعالوا بينا بقى نروح للبوتاجاز، حطيت كده طاسة فيها زيت سخن، طبعًا يُفضّل إن الزيت بتاعِك يكون غزير جدًا، أنا طبعًا مش حاطة زيت غزير ولا حاجة، ليه بقى؟ الناس هتقول لي ليه؟ علشان طبعًا الزيت غالي جدًا، والحاجات المقليات دي الواحد ما بيقليش فيها حاجات كتير، خاصةً بقى لو فيها بيض وحاجات زي كده. فخلّيكِ ناصحة زي كده، وحُطّي في حاجة ضيّقة وما تكتّريش كمية الزيت علشان طبعًا ما نبهدلش الزيت. وعايزة كمان أقول لِك معلومة أو أضيف لِك معلومة، إن إحنا حاطين نشا والخلطة أو التركيبة بالخلطة اللي أنا عاملاها دي هتخلّي القرنبيط ما يشربش معاكِ الزيت نهائي، يعني أنا قليت كمية محترمة من القرنبيط وهتشوفيها في الآخر حوالي طبقين كبار، أنتم شُفتوا طبق والطبق التاني ما شُفتوهوش بنفس كمية الزيت اللي أنتم شايفينها دي.
فما بيشربش معاكِ زيت نهائي، فطريقتي دي بجد خطيرة، مش تشكير في نفسي لأ، ده تشكير في الطريقة بس، فجرّبيها كده وشوفي بنفسِك. طبعًا طلّعتها كده على منديل، وفي الآخر بقى هاطلّعها كده على فرشة من البقدونس علشان الأكسدة بقى والحاجات دي، طبعًا إحنا بقينا أساتذة ومش مستنيينّي أقول لكم أي حاجة. خرّجت الكمية دي ونزلت بالكمية الباقية زي ما إحنا شايفين كده. عايزة أورّيكم بقى اللون بتاعها عامل إزاي، والله الإضاءة والكاميرا ظلماها. اسمعوا كده صوت القرمشة دي، إيه رأيكم بقى؟ بجد يعني ما لهاش حل، تحفة. بُصّوا بقى كده يعني خطيرة. آدي بقى الكمية ده بس بُصّوا طبق من الطبقين اللي أنا عاملاهم، والولاد خدوا طبق تاني كده وجريوا بيه بألف هنا. بُصّوا أصلًا شكلها كنتاكي والّا مش كنتاكي؟ شكلها أحلى من كنتاكي والقرمشة، إيه رأيكم سامعين القرمشة؟ أهو. ما فيش بقى أي حاجة، يعني كُلّه قدّام عينيكم. تعالوا بقى ندوق الطعم كده ونشوف إيه الأخبار، بجد يا جماعة خطيرة، خطيرة، خطيرة. تقدري تعمليها ساندوتشات كده بقى زي كنتاكي ولا كنتاكي ولا أي حاجة. أنا بالنسبة لي عجبت الولاد جدًا، جدًا، و أكلوها بألف هنا وقالوا لي تحفة، وعملت لهم بقى ساندوتشات كده مع الخضار، وكمان حطيت لهم عليها صوصات بقى كاتشب بقى ومايونيز. بُص اللي حب أي صوص ضافوا عليها، بجد كان خطير. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه في الكومنتات، واستنوا كده اوعوا تخرجوا من الفيديو، تعالوا شوفوا بقى القرنبيط اللي إحنا هنخزّنه مع بعض، هنخزّنه إزاي وهنعمل فيه إيه، وما تنسوش إن إحنا هنعمل الكمية الباقية بطريقة تحفة جدًا، فلو أنا نسيت أنتم بقى ذكروني. بُصوا بقى الطبق شكله عامل إزاي، ها إيه رأيكم؟ لازم تكتبوا لي رأيكم فيه إيه بكل أمانة. هنيجي بقى للكمية المحترمة اللي باقية، اتبقى معانا كمية حلوة إزاي زي ما أنتم شايفين. هاخد بقى الكمية دي كده وهي باردة تمام طبعًا، وحطيناها في مَيّة ساقعة وبقت متلجة، وهاجيب أكياس تخزين أو أطباق أو أي حاجة زي ما تحبي، وهابدأ أحط القرنبيط على حسب الاستخدام بتاعي. يعني هاطلّع كده كل كيس بالكمية اللي أنا هاستخدمها على طول، ما ينفعش نطلّع أي حاجة من الفريزر أو أي حاجة مجمدة نفُكّها وناخد منها جزء ونرجّعها تاني الفريزر، لأ غلط جدًا، جدًا، والحاجة بتبوظ وبتتهدر وبتفقد القيمة الغذائية، وكمان بتفقد الطعم المميز ليها. فدي نصيحة لأي خضار أنتِ بتستخدميه مجمد أو أي حاجة مجمدة، ما ينفعش حتى لو لحوم إن أنا أطلّعها تفُك وأرجع أدخّلها الفريزر تاني. وكمان اللحوم ده غلط جدًا، وهاقول لكم أو هاعمل لكم فيديو عن كده. أهو بقى بُصّوا كده، أتمنى إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه في الكومنتات. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.